أهلا بيكم في حلقة جديدة من قائمة داتا. هنتكلم عن أداة مختلفة شوية عن اللي متعودين عليها، لأنها مش مجرد خاصية عادية كده في الإكسل. لا، دي أداة مرتبطة بتحليل البيانات وعمل سيناريوهات مختلفة تساعدنا في اتخاذ القرار. الأداة دي اسمها What If Analysis. هنلاقيها في قائمة داتا، هنلاقي هنا كده What If Analysis. هنلاقيها بتتكون من 3 أدوات: السيناريو مانجر والجول سيك والداتا تيبل. هنتكلم النهاردة عن أداة الجول سيك. فيلا بينا نشوف الأداة دي بتعمل إيه. أنا لو عندي هنا كده سعر بيع الوحدة وعدد الوحدات، وعايز طبعا أجيب المبيعات، معروف إن هي بتساوي سعر بيع الوحدة في عدد الوحدات. فلو أنا عندي سعر بيع الوحدة 50 وعدد الوحدات 260، فطبعا المبيعات بتاعتي هضربهم في بعض هيديني إجمالي المبيعات بتاعتي ب13,000 جنيه. طيب، تيجي بقى دور الجول سيك. اروح عند وات اف اناليسيز جول سيك، وبعد كده السيت سيل دي معناها ايه؟ يعني دي الخلية اللي هي هتكون فيها المعادلة، اللي انا هقول للاكسل اشتغل على المعادلة اللي انا حاططها لك هنا علشان تديني فاليو ايه بقى؟ انا عايز اوصل او اتارجت ان المبيعات بتاعتي تكون مثلا 20,000 جنيه. تمام، بس باي تشينجينج سيل، يعني اغير لك في انهي خلية علشان اوصل لك لل20,000 مبيعات اللي انت عايزها او اللي انت حاططها كهدف. ما هي اسمها جول سيك، يعني الهدف اللي انت حاطه. فهقول له غير لي في عدد الوحدات هنا، اللي هم ال 260 وحدة دول. اقعد بقى غير لي فيهم كده لحد ما توصل لان المبيعات بتاعتي تكون 20,000 جنيه. ادوس اوكي هنا، فقال لي انت لازم تبيع 400 وحدة علشان توصل ل20,000 مبيعات. فطبعا في سؤال هيجي في بال حضرتك دلوقتي، هتقول لي طب ما انا ممكن اقسم ال20,000 اللي انا متارجتها او اللي انا عايز احققها كرقم مبيعات، هقسمها على سعر بيع الوحدة. طبيعي هيطلع لي عدد الوحدات 400. فانا ايه فايدة الجول سيك؟ ده كده كان مثال بسيط للأداة بتاعة الجول سيك. لكن انا بعد بقى ما طلعت المبيعات بتاعتي اللي هم ال20,000 جنيه، ولنفترض ان انا عندي مصروفات 5000 جنيه، فطبعا الربح بتاعي هيكون عبارة عن المبيعات ناقص المصروفات، يديني الربح 15,000 جنيه. فتعالوا بقى نشوف الاستخدام الأقوى شوية للأداة. هنروح برضو عند وات اف اناليسيز، اقول له جول سيك. انا المرة دي بقى عايز اتارجت ربح معين. المرة اللي فاتت انا كنت عايز اتارجت رقم مبيعات معين اللي هو ال20,000. لا، انا عايز بقى اتارجت الربح. فالسيت سيل بتاعي هيكون برضو الخلية اللي هي فيها المعادلة بتاعة الربح دي، وقلنا واتفقنا ان لازم السيت سيل دي يكون جواها معادلة، بحيث ان المعادلة اللي جوه السيت سيل دي الأداة بتاعة الجول سيك هتشتغل عليها وتطبق بناء على التو فاليو اللي انت هتحطها لها. فالتو فاليو هنا بقى بتاعتي، انا عايز اوصل مثلا لربح بدل 15,000 جنيه، انا عايز اوصل مثلا لربح 22,000 جنيه. بس باي تشينجينج سيل ايه بقى؟ يعني انت عايز تغير في انهي سيل او في انهي خلية، بحيث ان انت توصل لل 22,000 ربح اللي انت متارجتهم. فهقول له باي تشينجينج سيل عدد الوحدات، غير لي في عدد الوحدات. افضل العب بقى هنا في عدد الوحدات لحد ما توصل للربح يكون 22,000 جنيه. وادوس اوك كده، فطلع لي ان عدد الوحدات اللي انا المفروض ابيعها علشان اوصل لربح 22,000 جنيه 540 وحدة. فالأداة هنا عملت ايه بقى؟ قالت لي ان انت لازم تبيع 540 وحدة علشان توصل لمبيعات 27,000، علشان لما تطرح ال5,000 من ال27,000 يطلع لك الربح 22,000 جنيه. هي قامت ببعض الكالكوليشنز كده علشان توصل للربح اللي هو ال20,000 جنيه. فهو ده الاستخدام الأقوى للجول سيك، وطبعا تقدر تستخدمها في أمثلة أخرى، يعني على حسب بقى الشغل اللي قدام حضرتك تقدر تطبق الأداة بكل سهولة. بس كده يا سيدي، دي كانت أداة الجول سيك. أشوفكم على خير الحلقة الجاية مع الأداة التانية من وات إف أناليسيس اللي هي الداتا تيبل. مستنيك تجرب بنفسك الأداة، ولو وقف معاك أي حاجة وأنت بتطبق الأداة اكتب لي في الكومنتات، هتلاقيني برد عليك. أشوفكم على خير الحلقة الجاية. تحياتي، محمد الديري.